مساء الفل عليكم. لا يا بيبو، لا مالكش حق. دي كانت شعارات أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي، وده كان ردهم على اعتذار بيبو. أنا مش عارفة الكلام ده وكأني سمعته قبل كده. لا معرفش والله. طب تعالى كده نفتكر مع بعضنا. يقال والله أعلى وأعلم إن كابتن محمود الخطيب طلب إعفائه من رئاسة النادي الأهلي ومن خوض انتخابات النادي الأهلي القادم. ده اللي بيتقال وبيتروج له اليومين دول، لكن الأكيد إن ده مش هيحصل. ازاي؟ الفترة اللي جاية هتلاقي جموع الجمعية العمومية وجموع جماهير الأهلي خارجين يقولوا يا الخطيب يا إما بلاش، واحد غيره ما ينفعناش. وبعدين؟ ولا أي حاجة. هتلاقي بعدها كابتن الخطيب خارج يقول إنه لولا الجموع اللي خرجت تنادي باستمراره كان مستحيل يتراجع عن قراره. صح. أمال أنت يعني فاكر إن تصريحات كابتن حسام غالي امبارح مش هيكون لها رد فعل؟ انت طيب يا عبد العزيز. مش قلتلك أنت طيب يا عبد العزيز وما صدقتنيش؟ مش عارفة يا أخي، تلاقيه ند قصاد كل الفرق وبينزل يخلص عليهم، وهو أساسا عقبة قصاد كل المنافسين على بطولة الدوري، ويجي قصاد صاحب المركز ال15 ومش عارف حتى يسجل هدف في شباكه. لكن سيبك انت، ده كله مش مهم. المشكلة اني أول مرة أشوف مدير فني في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه خسر فيها بينصح جماهير المنافس بتاعه في اللقاء ما تقساش على تريزيجيه. والله زي ما انت شايف كده. عمري في يوم ما هكون ضد ان اي حد يتكلم عن التحكيم حتى لو كان هيفتيه، ولا عمري في يوم هكون ضد اي رأي يتقال، وكل مشجع من حقه يقول اللي هو عايزه لان ده رأيه. لكن الاكيد ان زي ما البعض بيقول رأيه وبينتظر حد يأيده من جماهيرنا دي، لابد برضو انه يتقبل الانتقاد ويحترم الرأي الاخر اللي ضد رأيه. صفحة خاصة بالنادي الأهلي وتحديدا صفحة ماجيكانو اللي هي بالمناسبة من أكبر الصفحات الأهلوية نشر الصورة دي وبتقول التمثيلية 100 يا راجل، لا اتقل بس، هي مش دي المشكلة خالص. المشكلة مش في الكلام اللي على الصورة، امال فين؟ المشكلة في الصورة نفسها. الصورة هنا بتوضح ان اخوان بزيرة محدش لمسه في كورة ضربة الجزاء اللي اتحسبت للزمالك في مباراة الاسماعيلي، والادمن وجماهير الاهلي وفانز الصفحة والعالم والعوالم المجاورة عارفة ان الصورة دي اللي بعد الشدة. لاعب الاسماعيلي شد بزيرة وبعدين سابه، هما بقى خدوا الصورة بعد ما اللاعب سابه. فهل يا عزيزي اللي انت نشره ده وتعليقك على الصورة دي انت مقتنع بيه؟ لا طبعا. امال نشره ليه وبتضلل الناس كده ليه؟ اقسم بالله انا وانت وكل الناس عارفة ان ادمن الصفحة نفسه عارف انها ضربة جزاء مفيش اي شك فيها ولا 1% حتى. وبرغم ده لا احترم عقلية فانز الصفحة ولا احترم عقلية المشاهد المهتم بالكورة ومتابع واتفرج على الماتش، ولا حتى احترم نفسه. الكورة هنا هي مش محتاجة لأي تفسير. الشدة باينة من لاعب الإسماعيلي للاعب الزمالك، وبرغم ده برضه ما زال بيكدب عينه وبيستعمى جماهير النادي المنافس ليه وبيستعمى كل اللي بيشوفه وبيتابعه وبيقولك التمثيلية 100. عموما احنا ما بنحبش التمثيليات لأنها عادة بتكون من عدة حلقات واحنا مش فاضيين لده. تعالى بقى انا الخص لك واجيب لك من الاخر واعرض لك في عجالة فيلم هيعجبك قوي. ايه رأيك في فيلم العار ده؟ يعني انت شايف ان الشدة دي تمثيلية والدفعة والشنكلة دي هي العدالة التحكيمية؟ عليا النعمة، انتوا ضيعتوا الكرة المصرية. كابتن وليد صلاح الدين قال تصريح في غاية الأهمية، قال لك ممنوع أي لاعب يطالب بتعديل عقده مادام عقده ما زال فيه مدة. النادي هو اللي هيقدم عرض للاعب مش اللاعب اللي هيجي يطلب، والحقيقة إن ده كلام مميز جدا، وأنا دايما كنت بقول للأندية الكبيرة الكلام ده. لكن السؤال بقى الأهم دلوقتي واللي بيطرح نفسه، هل الكلام ده كمان ساري على إمام عاشور ولا إمام خارج الحسبة، ولا نعتبر إن النادي هو اللي عرض ده عليه؟ محمد يوسف المدير الرياضي في النادي الأهلي جابها كده صريحة وواضحة لآدم وطني، وقال له من خلال تصريح ليه إن اللي حصل مع وسام أبو علي وعبد المنعم مش هيحصل مع إمام عاشور، وإن إمام عقده ممتد مع الأهلي وخروجه مش هيكون غير بشروط وموافقة الأهلي. كابتن محمد يوسف عايز يقول لآدم انسى إنك تنجح في رحيل إمام عاشور عن الأهلي في الفترة الحالية. الخوف بقى لا ينجح آدم وطني في الضربة الثالثة اللي بيسعى يوجهها للأهلي.
فريرة بيفكر يدفع بعبد الحميد المعالي من بداية اللقاء أمام الجونة يوم الثلاث بمشيئة الله تعالى، والقرار ده طبعا خده فريرة نظرا لغياب خوان بيزيرة بسبب تراكم الإنذارات وإراحته لمباراة الأهلي يوم 29 سبتمبر. وخليني أقولك إن عبد الحميد معالي النهاردة قصاد فرصة حقيقية عشان يقدم نفسه بشكل قوي جدا من بداية اللقاء وبدون ما ينتظر عشان ياخد 15-20 دقيقة في آخر كل مباراة ويبقى بيتشعبط في الدقايق عشان ما تفوتش ويلحق يقدم شيء مميز. والحقيقة أنا أحيانا بشفق على اللاعب اللي في نفس ظروف معالي واللي بيشارك لدقايق قليلة عشان يثبت نفسه في وقت فيه كل الفريق تقريبا خلص بنزين والنتيجة بقت واضحة أو في تقدم بهدف لفريقه، وزمايله وقتها بيكونوا أحيانا بيستهلكوا الدقايق في النقل من رجل لرجل أو في رجوع الكورة للخلف. عشان كده بناشد لاعبي الزمالك لما يكون الزمالك متقدم فرق 2 زي مثلا مباراة الإسماعيلي، وقتها يا ريت بلاش نبص للنتيجة المحسومة، يا ريت تبص على اللاعب اللي نازل وبيمني نفسه إنه يستغل الفرصة ويظهر بشكل مميز. شيء جميل إنك تحافظ على النتيجة وعلى التقدم وعلى الكلين شيت، لكن لابد برضو إنك تتفاهم فكرة إن اللاعب البديل اللي نازل ده نازل يعرض نفسه على المدير الفني وعلى الجماهير وطمعان يعمل حاجة. ده كان اللي بيفكر فيه فريرة فيما يخص بديل خوان بيزيرة في مباراة الجونة. لكن في حاجة تانية معرفش الحقيقة هو هيفكر فيها ازاي وهيوصل فيها لأنهي قرار، وهي ان مباراة الجونة اللي جاية هي آخر مباراة قبل مباراة القمة. وزي ما قلنا قبل كده ان لابد ان فريرة يبدأ في مباراة الجونة بالاتنين سيرد باكات اللي ناوي يبدأ بيهم في مباراة القمة، وفي مباراتين اللي فاتوا فريرة بيبدأ بمحمد اسماعيل على حساب الونش، وده شيء مش وحش بالمناسبة. لكن عشان نكون صراحة واضحين واللي بقوله ده مش سر بالمناسبة وكل الناس شايفاه، اسماعيل ليه ريسكات تودي في داهية. اسماعيل عمل كام ريسك في ماتش المصري وقف لنا قلبنا وحذروا فريرة ما يكررش ده، وكرروا برضو في ماتش الاسماعيلي في كورة اتقطعت منه وكانت هتكلفنا هدف لولا حسام عبد المجيد اللي معرفش طلعها منين وانقذها ازاي. فهل فيريرا هيصر على البدء بمحمد اسماعيل في مباراة الجونة ومن ثم مباراة الأهلي، ولا هيكون رأي مختلف وهيبدأ بالونش في مباراة الجونة والونش هو اللي هيشارك في مباراة القمة؟ اسماعيل زي ما قلت لك ليه ريسكات توقف القلب، والأهلي معروف عنه انه بيضغط عالي ومن ال18 بتاع الخصم. وجود اسماعيل بالثقة الزايدة اللي هو بيلعب بيها دي ممكن يعمل لنا أزمة كبيرة جدا، لأن غلطة الشاطر عادة بتكون ب1000 لكن غلطته في القمة بتكون ب1,000,000، خصوصا ان الهدف في القمة احيانا ما بيتعوضش وبيخرجك احيانا من الجيم وبيحط عليك لود كبير جدا وبتبقى مستعجل وعايز توصل وتسجل بسرعة، وهنا هتلاقي الامور بتفرط منك والاعصاب بتتوتر وخصمك بيركب الجيم على حساب اخطائك اللي ما كانش ليها اي داعي ولا كان ليها اي لازمة. اتمنى فريرة لو هيبدأ باسماعيل يديله الوصايا ال10 ويقعد معاه ويفهمه ان الريسكات اللي بياخدها دي مش هتعلي من شأنه اذا نجح فيها لانه مدافع، لكنها ممكن تخلص عليه وعلى مسيرته اذا فشل في ريسك منها في مباراة كبيرة زي مباراة القمة. اتمنى كمان ان فريرة يدخل باللاعبين معسكر مغلق بعد مباراة الجونة بيوم عشان يحافظ على تركيز لاعيبته، لأن مباراة القمة من أهم المباريات في الموسم الحالي بالنسبة لنا، والفوز فيها هيديك ثقة رهيبة وهيصدر لكل منافسينك الإحباط قبل مواجهتك، وكل منافس هيواجهك وكأنه مهزوم إكلينيكيا من قبل ما يخوض المباراة ضدك. لحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.